عارفين يا جماعة، احنا بنعمل خلطات تسمين من ايام ما كانت شكارة العلف عاملة 200 205، وكنا بنقول سعر شكارة العلف مرتفع جدا وهنروح فين وهنربي ازاي. هنعمل ايه دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي؟ وشكارة العلف عدت ال 630 جنيه وداخلة على 650 وهتوصل ل 700 جنيه. وعندنا طيور، واللي عنده طيور كبيرة وصغيرة، واللي بيربي بط رمضان، واللي عنده فراخ ما بتستغناش عن العلف، وكل الدنيا دي هنعمل معاها ايه؟ ده اللي هنعرفه من خلال حلقة النهاردة. بشروا ولا تنفروا، بإذن الله هتربي بأقل التكاليف. وهنعمل شوية تركات كده مع بعض في أكل الطيور علشان نقدر نواجه موجة الغلا دي. هي للأسف مستمرة، بس احنا برضو هنقدر نتغلب عليها ونمشي ضد التيار ونملى بيوتنا بالخير برضو. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة ما ننساش كالعادة نصلي على أشرف الخلق أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لايكات كتيرة لحلقة النهاردة علشان ناس كتيرة طلبت مني الحلقة دي بسبب ارتفاع سعر العلف. نعمل ايه؟ وكمان اللي بتشوفنا لأول مرة اشتركي بالقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ حلقتنا النهاردة. بسم الله. تعالوا نبص على الطيور اللي هي ما بتعتمدش على العلف بشكل أساسي، يعني ممكن تربيها من عمر الأسبوعين على الفول والذرة، على المواد الخام اللي موجودة بره، على العيش المدشوش اللي فايض مننا الناشف، على بواقي أكل البيت، على الخامات الطبيعية الرخيصة زي الكزب. وأفضل وجبة شتوية تقدميها للطيور بتاعتك من عمر اليوم أو من عمر الشهرين حسب نوع الطيور بتاعتك، وهي وجبة العيش والبرسيم. برسيم متوفر دلوقتي يا جماعة، الأخضر الجميل بتاع الشتاء ده. العيش والبرسيم على الفول وتقلبيهم في قلب بعض وتبسيهم للبط أو تقدميهم بشكل جاف للدواجن. طبعا البرسيم ده أنا ليا ملحوظة فيه علشان ناس كتيرة كلمتني فيه. لو انتي بتربي مولر مسكوفي أصلي مسكوفي خليط، بتربي شرشيري شروفان، ما تقدموش الا بعد تمام الشهرين، علشان البط لو شاف الحاجة الخضرة دي هياكلها هي وهيسيب خلطة التسمين. ولو حابة تأكلي الحاجة الخضرا دي مفيش أي مانع، بس اعرفي إن التحويل بتاعهم هيضعف شوية، بس هيتغذى وهيكون البط بتاعك صحته كويسة. لو تضيفي على خلطة التسمين زي الموجودة قدامكم دي، مش علف بس، هي مجموعة خامات هقول لكم عليها موفرة جدا لكل الطيور دواجن وبط. لو تقطعي البرسيم ما تسيبوهوش بشكل منفصل، تقطعيه قطع صغيرة حتى لو الطيور كبيرة. والعيش برضو تكسريه او تدشيه او تقطعيه صغير وتبسيه بالمية مع شوية الخلطة طول وتقدميهم للبط، وجبة مثالية. لو تقدميهم بشكل جاف تقدميهم للدواجن برضو وجبة مثالية من عمر 45 يوم للدواجن البلدي للساسو. طيب الابيض ينفع نخلط له؟ لا يا جماعه، الابيض ده متاسس ومتظبط ومعدل وراثيا ان هو ياكل علف من اول يوم لاخر يوم. بس انت ممكن من بعد عمر ال 35 يوم تعملي له خلطات تسمين لو انت مش فارق معاكي المده اللي هيقعدها عندك او مش عاملاه كمشروع. لكن لو كمشروع طبعا المسكوفي التجاري والبط التجاري عموما والفراخ البيضة او حتى الساسو، لو انت حاطه في دماغك خطه ان انت عايزه تطلعي وتبيعي هتاكلي علف بس، والادويه هتكون غير الادويه، والفيتامينات غير الفيتامينات، والتحصينات غير التحصينات. ده للشغل المشاريع يختلف عن شغل التربيه المنزليه. بس المميز في التربيه المنزليه ان انت بتكوني حره شويه، تقدمي اي حاجه بس برضو تقدمي خلطه متوازنه، ما تقدميش اي اكل او تنسي الطيور بتاعتك وما تاكليهاش مثلا يوم كده تنسي ان انت تطلعي تاكليهم. لا، ما ينفعش مع الطيور برضو حتى لو انت بتربي باعداد قليله. قدمي وجبه متوازنه مشبعة، وخاصة في فصل الشتاء، وخلي الأكل موجود قدامهم أطول فترة ممكن. طيب إيه خلطة التسمين اللي نقدمها لطيورنا؟ لبط، لوز، لرومي، من عمر الشهرين. ليه أنا بقول عمر الشهرين؟ هقول لكم قبل كده تعملوا إيه وبعد الشهرين تعملوا إيه، أو بعد عمر ال 45 يوم للبط المولر، أو بعد عمر ال 50 للبط المسكوفي. بالكتير قوي الشهرين. ليه أنا بقول كده؟ علشان إحنا حابين نخلص دورة التسمين بسرعة ما تقعدش عندنا كتير. الناس هي اللي تخلص دورة التسمين وتذبح وتفرز أو تذبح وتبيع، لكن ما تقعدش الطيور عندها أطول فترة. اللي بتقعد دي إلا أن يعني مثلا لو عندها مثلا طيور وحابة تاخد منها إنتاج تربي، بس برضو مش بأعداد كبيرة علشان برضو الخامات مرتفعة. تمام. فالخطة ان انتي تغذي وتأسسي صح وتذبحي بسرعة، تخليش الطيور عندك كتير.
طيب ايه الخلطة الموفرة دي؟ زي اللي قدامكم دي يا جماعة، دي عبارة عن نسبة علف نامي، على نسبة كزب، على نسبة ردة، على نسبة ذرة صفراء، على فول طبعا لا غنى عنه، بروتين في الشتاء مهم جدا، وقشر فيه سن فول، وفيه كمان قلنا الردة البديل بتاعها اللي بتوع بحري عشان مش متوفر عندهم الردة، السرس اللي هو قشر الرز. ف بس الردة ما تكتريش منها عشان بتخسس، بس فيها قيمة غذائية مفيدة للطيور بتاعتك، فيها فيتامينات يعني. والعيش طبعا. عندك بواقي اكل بيت تقدمي بقى من بعد الشرين عادي خالص، تقدمي بواقي اكل البيت، خضار طبيخ رز عيش لو فايض يعني. اظن في الظروف اللي احنا فيها دي مفيش بواقي، كله بقى بيعمل على القد، وكله بقى اتعلم الاقتصاد والسياسة في الأكل في البيت يعني مبقاش يفيد زي زمان يعني. ربنا يعيننا كلنا على الظروف اللي احنا فيها. الظروف دي على الكل هي ظروف صعبة، بس بالاستعانة بالله هتكون سهلة، وبتشغيل المخ هتكون سهلة، وبالصدقة هتكون سهلة، وبالتفاؤل هتكون سهلة، وهتعدي وهتملي بيتك بالخير. طيب في الجو اللي احنا فيه ده والطيور رخيصة ننزل طيور. انا عملت حلقة عن كده وقلت يا جماعة اللي بتربي من زمان تنزل، دي فرصة. لكن ايه العلف قصاده بيرتفع، احنا عارفين ان العلف بيرتفع. هتقدري نزلي، مش هتقدري يكون افضل ما تنزليش خالص الفترة دي، لان الفترة دي بتكون شهر انتشار الامراض الفيروسية، بتكون مناعة الطيور ضعيفة، وخاصة الدواجن، الفراخ البيضة الرومي بيتأثر بالبرد بشكل كبير جدا لو انت ما اهتمتيش بالتدفئة كويس. لكن لو انت عندك مكان كويس تقفل كويس، نسبة رطوبة اقل، فرشة نظيفة، فرشة جافة، درجة حرارة متظبطة، ترمومتر، لا ربي اي نوع انت عايزاه. تمام. نرجع تاني للاكل اللي هنقدمه للطيور بتاعتنا. طيب قبل كده الاعمار الصغيرة، معلش الاعمار الصغيره السحب فيها بيكون ضعيف، فهناكل علف، هناكل العلف البادي 23%. طيب انا مش متاح عندي العلف البادي 23%، ممكن اعمله في البيت. هتعمليه في البيت بس هتستعيني بحاجات من بره زي الاملاح المعدنيه ومجموعه الفيتامينات والمستخلصات النباتيه اللي بيحطوها على العلف علشان تكبر وتعلي التحويل بسرعه. طبعا انا عندي حلقات كتير عملتها على القناه الكبيره عن العلف البادي 23%، بس الافضل انت تشتريه لو متوفر عندك. هتقدمي العلف البادي ده لعمر 18 يوم، وبعد كده تغيري النامي لعمر الشهر، ومن عمر الشهر لعمر ال 45 يوم او لل 50 يوم دشي عيش كده على العلف، زودي كميته كده بالعيش، بس ما تخليش العيش اكتر من العلف، خلي العلف هو اللي اكتر من العيش، وقدميه للطيور بتاعتك. وبعد كده اعملي خلطه التسمين اللي احنا قلنا عليها، هتوفر معاكي كتير جدا. ونصيحه تانية، ما تكتريش في عدد الطيور. لو كنت بتنزلي 50 نزلي 25، لو كنت بتنزلي 10 نزلي 5، لو كنت بتنزلي 20 نزلي 10. يعني قللي عدد الطيور عندك للنص عشان تهتمي بيهم اكتر وتغذيهم افضل، و طيور تطلع معاكي كويس. في متابعه قالت لي انا جبت 10 بطات، دايما كل ما اجيب 10 بطات وخاصه في المولر او البطه ابو عين حمراء يطلع لي منهم بطتين مختلفين عن اخواتهم، يسقطوا ريش وينشفوا ورقبتهم تبان ويرفعوا خالص ويجي لهم السل. ده سببه ايه؟ ده مرض الدرز يا جماعه، ده مرض مكتسب من الام. علاجه ايه؟ ملوش علاج غير ان تسيبي البطه وخلاص، طالما بتاكل وبتشرب سيبيها، هي هتاكل وهترجع ريش تاني، بس هتكون اقل من اخواتها في الوزن. احيانا برضو بيحصل اللي حصل ده اللي هو تساقط الريش، وان البطايه تخس خالص لما تبرد جامد منك، برضو لما تبرد جامد ويحصل لها التهاب بالمجرى التنفسي ويأثر على الجسم كله، بيخلي البطه تنشف وتعمل كده. بس برضو طالما بتاكل وبتشرب سيبيها وهترجع تطلع ريش وتاكل تاني. لكن لو ما بتاكلش وتشرب اعزليها، اعرفي ان دي هتموت وممكن تعدي اخواتها اللي هي عيانه بالبرد. دول الحالتين اللي بيخلوا في بطتين 3 يفرقوا عن اخواتهم ويخسوا ويسقطوا ريش ويبقى شكلهم مش مستحب خالص، شكلهم بيكون وحش جدا. انت مالكيش ايد فيه، الاولاني اللي هو الدرز ده، والتاني ده ممكن بردت منك، انت ما جففتيش الفرشه تحتهم، ما اهتمتيش بالتدفئه بتاعتهم. واهم حاجه في البط يا جماعه علشان بس نحافظ في تربيه البط، حطي السقايه، يعني شربي في سقايه والسقايه في قلب حله،
لو انت مش بتربي على ارضيه بلاستيكيه او مش بتربي في مكان يعني جاف باستمرار. هو البط عموما بيحب الارض ما بيحبش البطاريات، فخلي السقايه في قلب حله اوسع من السقايه حاجه بسيطه، بحيث ان الميه اللي تطلع من بقهم تنزل في الحله ما تنزلش على الارض، منها ما تبوظش الارض ومنها تحافظ على البط بتاعك انه ما يجيلوش برد، لان البرد بيأثر على الطيور بتاعتنا. طيب حصل زرق اخضر، حصل زرق ابيض، تنزلي بادويه البرد اللي هي المضادات الحيويه، زي ايه؟ زي الفلوميكس، زي النيوميسين بيطري، زي الاوكسي تتراسايكلين بيطري، زي اي دواء برد يا جماعه، ولو بشري يكون كويس يعني للبط بتاعك مره في اليوم لمده 3 ايام، هتلاقي البط بقى كويس معاكي تاني. وتدي بقى وصفات طبيعيه، النهارده عصره ليمون، بكره بصل وتوم على العلف، بعديه مغلي شاي عليه عصره ليمون كده، يعني اعملي مع الطيور كده باستمرار هتلاقي فيه تحسن. بس ودي حلقتنا النهاردة. ربي يا بنت الناس وما تخافيش وما تقلقيش، وربي زي ما قلتلك وهتلاقي الامور تمام. وعلى رمضان تلاجتك مليانة. المهم عندنا الاكتفاء الذاتي اكتر من المشروع، ان يكون عندك حاجة تربية ايديكي، حاجة نظيفة زي الفل تقدميها لولادك، دي بالدنيا وما فيها. وبس على كده. طيب الاسعار الفترة اللي جاية تكون عاملة ازاي؟ ديكوا شايفين الدنيا عاملة ازاي. الرضا والصبر والاستعانة بالله يخرجوا اي حد من اي مأزق. الشيطان يعدكم الفقر. انتوا ما تبصوش للناس المتشائمة، ما تسمعوش للناس المتشائمة، اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله. والله لو كيلو العلف ب100 جنيه هنعيش وهنربي والامور زي الفل وتمام، مفيش اي مشكلة خالص. بس وسيبوه على الله. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. اللي وصل معايا لنهاية الحلقة ما تنسوش تكتبوا الدعاء ده: اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.